الحكاية بدأت في اسكندرية وهو بيمثل عرض مسرحي. وصلوا خبر وفاة أمه وما كانش معاه فلوس حتى يعمل لها جنازة. زميلته علوية جميل دفعت له المبلغ. المليجي وقتها انجذب لها جدا واتجوزها سنة 1939. الجواز ده استمر 44 سنة، بس علوية كانت بتتحكم في حياته ومواعيده وصحابه. ولما حب الفنانة لولا صدقي خاف يعمل أي حاجة. ولكنه في سنة 1963 اتجوز في السر من درية أحمد. بس لما عرفت علوية أجبرته إن هو يطلقها فورا. وفي السبعينات اتجوز في السر برضه من سناء يونس، واتفقوا يخبوا الموضوع حفاظا على مشاعر علوية. وبعد وفاته سناء يونس طلبت من الناقد طارق الشناوي إنه ما يكتبش أي تفاصيل. تفتكر راجل كان بيتقال عليه شرير السينما المصرية كان بيخاف من مراته؟ تفتكر كان حب ولا كان ضعف ولا الاتنين؟ قولولنا في التعليقات.